تعالوا بقى اقول لكم على فكره حلوه قوي. شويه الكشري اللي انتوا شايفينهم، العدس الاصفر والرز الابيض، حط عليهم اللحمه ومش هتندمي ابدا. وعايزه اقول لك كمان، وهتحط عليهم السلطه بالشكل ده كده. شايفين النهارده وصفتنا طالعه عامله ازاي وطعمها من الاخر. يلا بينا نقول وصفتنا دي اتعملت ازاي. بصوا بقى، حله كده على النار وشويه زيت واسيبهم يسخنوا كده كويس، وانزل عليهم بقى بقطعه اللحمه دي. احنا عايزين اللحمه بتاعتنا دي تستوي. بصوا بالشكل ده. انا مش هحط اي مكونات عليها الا لما احس ان اللحمه استوت خالص بالشكل ده كده. مش هسويها يعني مع الرز، انا عايزه اسويها قبل الرز ما يتحط. بصوا بقى كده حبايبي، خلاص كده اللحمه بس تتقلب معانا تقلبتين. واروح بقى ايه، مقطعه طماطميتين مكعبات، وقرمين فلفل اخضر مكعبات، وبصلايه متوسطه مكعبات، وفلفل اصفر واحمر كمان، وقطعتهم مكعبات وركناهم كده على جنب عشان نشوف هنعمل ايه. الخضار بتاعي زي ما بقول لكم عايزاه مقرمش، عايزه سلطه مقرمشه في قلب الكشري بتاعنا. فيروح البصل كده واخد تشويحه بسيطه، مطعم من اللحمه والسمق والزيت ده كده والايه، والتوابل بتاعتي اللي انا هحطها دلوقتي. شايفين هتطلع معايا بالشكل ده كده. بصوا بقى يا حبايبي، خلاص التوابل بقى معلقه كمون صغيره ومعلقه ملح ومعلقه كركم ومكعب مرق الدجاج، وكده كل التوابل دي بنشوحها مع بعض. معلقه الكركم لتعزيز اللون، وطبعا هتدي طعم معانا بالشكل ده كده. الخليط بتاعنا هنزل بقى عليهم بالمكعبين الطماطم دول، ياخدوا كده كمان تشويحه، وانزل عليهم بكل الفلفل اللي معايا. وكده بقى اروح ايه، هتشوفوا شكلها بقى هيبقى عامل معانا ازاي. بصوا بقى يا حبايبي، شايفين شكلها قبل ما احط كمان الفلفل الالوان؟ بصوا عامله ازاي، بصوا تتاكل اكل كده قبل ما نحط عليها الرز. بص كده خدت غلوتين على النار، خلاص كده بقى انا هسقط ايه، الرز بس. اروح شايله منهم معلقتين كده على جنب، ونشوف هنعمل ايه في نفس الوقت بقى. انا بسخن شويه ميه سخنه، لان الكشري بتاعنا العدس ده ما بياخدش سوا، ومش عايزينه يتعجن معانا. يا دوبك هيقعد على النار 5 دقايق سوا. شيل المعلقتين اهو على جنب، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنروح نازلين بالرز ده يتشوح في قلب الخليط اللي موجود في الحله، يتشر من بعضيه بالشكل ده كده. يلا بينا بقى ايه، نحط الميه كمان. الميه بتاعتنا مغليه، لان الكشري بتاعنا ده او العدس بتاعنا ده ما بياخدش اي سوا. 5 دقايق بالظبط على النار، وهتطفي عليه عشان ما يعجنش معاكي. بصوا بقى بالشكل ده كده، ظبطت الملح وكده اتشرب بقى معانا، وكده كمان استوى معانا. يلا بينا بقى نغرفه. برده مش عشان كشري مش هنغرفه كويس، لا هنغرفه ونعمل له كمان منظر بالشكل ده كده. بصوا بس الطبق معايا سخن. يلا بينا، بس استنوا يلا. عايزه اقول لك بقى الطبق بقى اللي انا ايه شيلته على جنب ده بقى، شيلته عشان ايه ازوق بيه الطبق ده. بصوا بقى كده، هروح حاطه معلقتين كده في النص زي ما انتوا شايفين. وتعالوا بقى اتغدوا معايا. هروح بقى جايبه ايه، حبه مخلل كده وقاعده واكله. وتشوفوا بقى طبقنا ده لما بنيجي ناكل منه هيبقى عامل ازاي. بصوا بقى يا حبايبي، العدس الاصفر بتعملوه ازاي؟ شايفين مفلفل معايا ازاي؟ شايفين الخليط اللي جوه عامل ازاي؟ تعالوا بقى اتفضلوا معانا. وكان عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك ومتابعة، وقولوا ايه رأيكم في وصفات تيتا، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة